السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل شهرين ونص دخلت المستشفى لعمل عملية ديسك في الرقبة. العملية استمرت 5 ساعات، ولما فقت من التخدير الحمد لله اجاني الدكتور وقال لي نجحت العملية، لكن الآن أمامك فترة تعافي. فقلت له شو يعني فترة تعافي؟ قال لي في هالفترة بدك تكون حساس، وفي أشياء كتير بسيطة ومعتادة ما راح تقدر تعملها، مثل موضوع مثلا انك تشيل اي شيء وزنه اكثر من 5 باوند، يعني 2 3 كيلو ما بتقدر تشيله. ما بتقدر حتى تمد ايدك لتوصل لشيء تجيبه. ما بتقدر تسوق، ما بتقدر تميل الى الامام او الى الخلف. حتى اللبس والنوم بده يكون بطريقه معينه لا تاذي حالك. طبعا هذا انسان مر بعمليه 5 ساعات. كانت هي فتره تعافي، فما بالكم في بلد صار له 55 سنه يعاني من مرض عضال، سرطان خبيث يسري في الجسد، سرطان الأسد. كيف شكل وطول مدة التعافي تبعه؟ اليوم هذا البني آدم عنده أجهزة حيوية وأعضاء متطورة ومتقدمة جدا تعجز كل آلات الإنسان والاختراعات أن تضاهيها. هي الأجهزة تعمل مع بعضها البعض بطريقة متناغمة وفريدة من نوعها. فما بالكم في بلد إمكاناتها معدومة، اقتصاد منهار، بنية التحتية تبعها مدمرة، لدينا مكونات شعبية مختلفة الأعراق ومختلفة الأديان والمذاهب. كيف شكل وطول فترة التعافي اللي راح تمر فيها البلد لتقدر تتعافى من هذا المرض؟ اليوم نحن كلياتنا مسؤولين أنه نكون حساسين لهي الفترة، أنه نعرف أنه هي فترة ما هي فترة طبيعية نطالب فيها بكل الأشياء الطبيعية واللي هي متوقع تكون موجودة واللي لازم تكون موجودة، لكن علينا مسؤولية نتحلى بالصبر، انه نستوعب الفترة اللي نحن عم نكون وعم نمر فيها. والا لا سمح الله اذا ما قمنا بهذا الشيء بالطريقة الصحيحة مثل ما قال الدكتور، اذا ما اتبعت التعليمات ممكن تطول الفترة، ممكن تزيد الاعراض، ممكن اضطر اعمل لك عملية جراحية ثانية اذا ما قمت بمراعاة نفسك في هذه الفترة. ونحن نفس الشيء علينا، ما نطالب، ما نكيل الاتهامات، ما نتسرع بالنقد، ما كل ما شفنا فيديو او تصرف منعزل نقوم بنشره وبدنا الدولة تعمل وبدنا الدولة تترك. هذا كله امر طبيعي، بس الان الوضع حساس، بدنا نكون صبورين قليلا. وباذن الله نحن اذا تعاوننا مع بعض بدنا نصبر على بعض، بدنا نتحمل بعض، بدنا نكون أقل قسوة على بعض مشان نقدر نعدي هاي المرحلة مع بعض. وبإذن الله إذا عملنا هيك رح نقدر نعدي هالفترة. الفترة هي ما رح تستمر على طول، الفترة هي رح تعدي. مثل ما أنا اليوم الحمد لله رحت على الدكتور وقال لي إنه أنت عديت الفترة الانتقالية تبعك، عديت فترة التعافي، وبإمكانك تشيل المثبت الرقبة اللي أعطاني إياه. فإن شاء الله بلدنا رح تعدي، بلدنا راح نتعاون مع بعض نحن كلياتنا نوصل لبر الأمان، وسوريا بإذن الله راح تكون درة الأوطان، ويعطيكم العافية.